مساء الخير يا حلوين. النهارده انا واخداكم معايا محطة الرمل. يلا بينا نروحوا مكان حلو قوي، هتشوفوه وهيعجبكم جدا جدا جدا. كل ترتيباته مستوحاة من ايام الزمن الجميل. ايه رأيكم؟ انا طبعا كنت دخلت وقعدت وشربت واكلت واستنيت لما المكان فضي بدأت اصوره لكم. مش هقولك ان انا دخلت على طول وصورت. ايه رأيكم؟ المكان حلو قوي، وأسعاره مش غالية. خدمة محترمة جدا وذوق جدا، بنات وشباب بصراحة. المكان آمن، كله كاميرات مراقبة. يعني لو بناتك أو بنوتك راحت هي وأصحابها وقاعدين ما تقلقيش جدا، المكان حلو قوي وناس محترمة جدا وذوق في التعامل. طبعا أنا بحب حاجات زمان حقيقي بجد. فنانين محترمين زي ما انتم شايفين كده، عبد الوهاب وعبد الحليم، ماري منيب، وكلامها وافلامها اللي ما بتتنساش. دي اوضه تانية هي فيها صالون وفيها شويه حاجات اثريه كده. تلفزيونات يا جماعه ابيض واسود اهي بتاعت زمان، للبنات والشباب اللي ما شافوش الحاجات القديمه دي وما حضروهاش. ادي راديو كمان، ده احنا كان عندنا واحد زي كده وكانت مامتي حطاه على رف عالي يعني. كانت هي بس اللي بتطول وانا كنت ازعى بقى بس يعني حاجات حلوه قوي. شمعدانات من النحاس، الحاجات الحلوه يعني الغاليه. ابو ضحكه جنينه اهو. معانا مين تاني؟ عمر الشريف. يعني مجموعه من الفنانين حلوه قوي، صورهم سبوحه. هما بقى حاطين سومه اهي يعني. ايه رايكم؟ بصوا بقى الراديو ده كمان كان حاجة برضو. كل مدى كانت الحاجات بتتحدث فكانوا الناس بيجيبوا في راديوهات كمان صغننة. معانا سعد زغلول، الله يرحم الجميع. طبعا هم حاطين صور لناس قمة. التاريخ عمره ما هينسى حد فيهم لحد يوم القيامة. الناس دي مذكورين في التاريخ. سيد درويش والفنانين المحترمين اللي قدموا كلمات حلوة وأغاني عايشة معانا لحد دلوقتي. دي أوضة كمان برضو فيها مجموعة من صور الفنانين مختلفة. كان في بلكونة بس أنا معلش كان في ناس قاعدة فما عرفتش أدخل أصورها لكم الصراحة. لكن هو المكان كله بجد جميل جدا. أتمنى أن انتوا تزوروه. انا الصراحه بنت اختي هي اللي اخدتنا، انا ومامتها طلعتنا المكان فعجبنا جدا. فكل بنوته كده تروحوا تاخد مامتها كده وروحوا المكان. انا مبدئيا هروح تاني وهاخد اخواتي البنات التانيين وهروح وهقعد ان شاء الله. المكان حلو قوي. وقبل ما اقفل معاكم الفيديو، المكان يا جماعه في محطه الرمل. العماره اللي فيها معمل الشمس، تمام، على صف الصعيدي. في وش منه بازوكا على صف الصعيدي. العمارة فيها زي ما قلنا معمل الشمس. المكان حلو قوي، روحوا وشوفوه وهتشوفوا البنات بقى هتشوف حاجات ما شافتهاش قبل كده او من زمان. مجموعة تليفونات مختلفة. بص علبة البونبوني والشوكولاتة دي بتاعت زمان. التايب رايتر او الآلة الكاتبة. برضو علبة بونبوني تاني او شوكولاتة. تلفزيون وراديوهات. ادي الطاولة بتاعت جده. يلا يا بنات تبقوا روحوا شوفوا المكان وان شاء الله هيعجبكم. انا بس علشان كنت مبسوطة فعلا من المكان ومن المعاملة يعني حسن الاستقبال. ناس محترمة جدا. روحوا المكان وان شاء الله هيعجبكم. وما تنسوش في محطة الرمل العمارة اللي فيها معمل الشمس قدام بازوكا. سلام عليكم.